قعدت أسبوع وفي شركة الشرقاوي. في جديد في اللي طلبته منك؟ اه، لقيت عنوان في قرية في الصعيد كده. طيب تمام، اديني كل المعلومات في الميل. حاضر يا أدهم بيه. وخرج طارق من المكتب، وبعد شوية دخل فارس. في حاجة يا أدهم ولا ايه؟ ده عنوان عم مدبول. أنا لازم أسافر. هروح معاك طبعا. أنا كمان عايز أعرف، لأن أكرم طول السنين دي مش عايز يتكلم، وكمان هو نازل الأسبوع الجاي. إيه؟ نازل؟ طيب نازل على طول ولا أجازة؟ لا 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 لا، نازل على طول. هو نقد شغله مصر، يعني مش هيشتغل معانا؟ أكيد لأ. هو فتح شركة هو ومراته، وما شاء الله الشركة كبرت وعملوا فرع في مصر. شركة؟ شركة في إيه؟ قطع غيار السيارات. يعني منافس ليا؟ مش قوي، بس هو ليه حق عندنا، لازم ياخده. وانا والله طول السنين ده محافظ له على حقه. بص، علشان ما تتصدمش، هو مش طايقك. يعني دلوقتي في عداوة بينكم، يعني انسى انه يتعامل معاك. ايه للدرجة دي؟ معلش، هو انت ليه محسسني يعني ان الموضوع عادي؟ انت اتهمته بأقذر حاجة في الدنيا، وضربت عليه كمان. وكمان جدي طرده من الشركة وحرمه من الفلوس، وأخد منه كل حاجة. سافر على أمريكا مفلس، وتقولي للدرجة دي؟ والله ما كنتش أعرف إن جدي عمل كل ده. قولي، هتسافر إمتى؟ بالليل. أروح بس أطمن على بنتي وبعدين هسافر. عايز تيجي معايا؟ طبعا هاجي معاك. عدي عليا في الشركة بعد ما تخلص. وعند مليكة نزلت عند صباح. اتفضلي يا بنتي. عاملة إيه يما؟ نحمده يا بنتي. تعالي، أنا كنت داخلة أعمل شاي لأبوكي. كويس، أنا كنت عايزاه. تعالي تعالي يا مليكة، أنا قاعد أهو. عامل إيه يابا؟ أحلى يابا من أحلى ست البنات. الحمد لله يا بنتي. قولي، بقالك أسبوع بتتهرب مني. لا يا بنتي، بس انتي تعبانة، وأنا مش عايز نتكلم في حاجة تزعلك. مش هتفرق، صدقني مش هتفرق حاجة. أنا من ساعة ما عرفت وأنا مش عارفة نتصرف إزاي. ومن سامعك يا بنتي. قولي، قولي هنعمل إيه؟ مش عارف. انت عارفة ان انا ممكن اتسجن؟ في اللحظة دي جت صباح وقعدت جنبهم. الف بعد الشر عليك يا اخويا. للدرجة دي يا عمي؟ يا بنتي ده تزوير وانتحال شخصية. احنا زورنا كل حاجة. انت ما كنتش واعية للي حصل، وانا ربنا شاهد عليا. كنت عايز اعمل خير. الراجل كان بقاله كتير ميت ومحدش اتعرف عليه، وهو طلع ليه اهل. على حظي دلوقتي هما جايين بيسألوا. مالك يا بت؟ عليك مش فيكي أكيد. ليه أهل وعارفوا إنه فيه ولاد على اسمه. أكيد كان متجوز وفيه مراته وهتتجنن، ولا أم وأبوه. المهم إن إحنا في مشكلة، وحلها بين إيديكي إنتي. إزاي؟ لازم تروحي لأبو ولادك الحقيقي واحكي له كل حاجة، وهو اللي هينجدك من الناس دي. إيه؟ لا ده طبعا، ده مستحيل. ليه بس يا بنتي؟ ما هم ولاده. افرضي جم الناس دول واخدوهم منك وسجنونا، ما هم هياخدوكي وياخدوني. مليكة ابتدت تعيط. يا رب، يا رب اعمل ايه؟ انا تعبت يا رب من المشاكل دي. يا بنتي، يا بنتي كفاية عياط طول السنين دي، وما ينفعش بصراحة تحرمي اب من ولاده. انتي خايفة يشك فيكي انهم مش ولاده؟ في التحليل، وفي راجل واثق مش هيغلب يعني، هيتأكد انهم عياله. بس بس لو خلص عليا انا هعمل ايه؟ يخلص على ام ولاده؟ ولادك محتاجين ليك، ولادك هيحموكي منه، ومش بعيد ينسى كل حاجة. لا، مستحيل، هياخد ولادي مني. ما تنسيش انه ممكن يسجنك انك نسبتي ولاد لراجل غيره. اعمل ايه بس يا ربي في المصايب اللي فوق دماغي دي كلها؟ صلي يا بنتي، صلي استخارة، واللي فيه الخير ربنا هيقدمه. ان شاء الله خير. انا هطلع بقى عند الولاد. طلعت مليكة. صباح كانت قاعدة بتفكر. عنيدة، عنيدة وما بتسمعش الكلام. هي برضو خايفة يا صباح من اللي كانت معاشراه. بص يا اخويا، صلى على النبي كده. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الانبياء. احنا كده كده في مشكلة. اسمع كلامي وروح انت لأدهم الشرقاوي واحكي له كل حاجة، وهو هيقدر اللي انت عملته عشان تحمي اولاده ويدخلوا المدرسة. واكيد يعني هيحميك. انت بتقول ان الناس دي من الارياف ومفيش معاهم تفاهم. والعهد، العهد اللي بيني وبين مليكة
يا راجل عهد ايه دلوقتي؟ الموضوع ده فيه سجن وخراب بيوت. انا ما بقتش عارف اتصرف ازاي. وفي شقة مليكة كانت قاعدة عمالة بتفكر، هتموت من كتر التفكير. قرب منها عبد الرحمن. قوليلي، قالولك ايه؟ اني لازم اكلم ادهم. والله انا كمان شايف ان هو ده الصح. ما هو انت مش هتفضلي هربانة يعني كل السنين دي. وتاني يوم ادهم وفارس كانوا في الطريق عشان يروحوا للسعيد في بيت عم مدبولي. وشوية ووصلوا عند البيت. متأكد ان هو ده البيت؟ انت شفت الولد وصلنا هنا، بس ده بيت بعيد جدا عن البلد. تعالى نخبط الباب وما تخافش، انا معايا الحراس. وفعلا خبط الباب. بعد شوية فتح عم مدبولي. عم مدبولي اتغير كتير، الزمن أخد من تعبير وشه كتير جدا. فتح لهم الباب ودخلهم. ازيك يا راجل يا طيب؟ أدهم بيه، استنيتك كتير تجيلي، كنت خايف أموت وما شوفكش. معلش يا ابني، البيت مش قد المقام. ما تقولش كده. أمال فين دادا وداد؟ هي بعافية شوية، ما بقتش بتتحرك ولازمة الفراش، وبتمشي على كرسي متحرك. انتوا عاملين ايه؟ طمني عليكم. انت شايف الحال يا ابني؟ ده ابن عمي فارس، ابن عمار، فاكره؟ عمار؟ إلا فاكره، ده كان طيب وحنين. هو انتوا ليه سبتوا القصر يا عم مدبولي؟ ربنا على الظالم والمفتري يا ابني. معلش يا ابني، بس انت ايه اللي فكرك بينا؟ مش هكدب عليك، جيت عشان اعرف الحقيقة. اي حقيقة؟ حقيقة اللي حصل ليلتها. فاكر يا عم مدبولي؟ ويا ترى عايز تعرف الحقيقة عشان ضميرك وجعك ولا عشان حاجة تانية؟ بعد كل السنين دي محتاجة أعرف اللي حصل. هو أنت تعرف مكان مليكة؟ لسه معرفتش هي فين بعد كل السنين دي؟ لأ. قولي عايز تعرف إيه وأنا أحكي لك، وربنا شاهد عليا مش هخبي عليك حرف واحد. أنا عارف إن كل اللي شغالين بتعرفوا كل أسرار القصر. أنا عايز أعرف كل اللي بيحصل، كل اللي حصل من ورايا. على فكرة، أكرم هو اللي قال لي قول لأدهم لو عايز تعرف الحقيقة روح لعم مدبولي. آه على أكرم بيه اللي راح في رجليه. بالله عليك بلاش ألغاز، واحكي كل حاجة تعرفها يا عم مدبولي. بص يا ابني، أكتر من نص عمري كنت عايش في القصر، شفت بلاوي سودا، ومش كل حاجة ينفع أحكيها. سألتني سبت القصر ليه؟ أنا ما سبتوش بمزاجي، جاني تهديد. الست عصمت سجنت ابني اللي حيلتي عشان ما اقولش ليك الحقيقة. الست عصمت هي السبب في كل حاجة. الست مليكة أطهر ست شفتها، ست ولا كل الستات، كانت حطاك في عينها، وهي ما شافت إهانة وبلاوي سودا في القصر وكانت ساكتة عشانك. بس عصمت ما سابتهاش في حالها، ولما عرفت إنها حامل اتجننت، كانت عايزة تسقطها. جابت أعشاب، بس ربنا ستر وداد غيرتهم بأعشاب تانية. في ليلة يا ابني جه أكرم ومليكة ودخلوا عندنا البيت اللي كنا عايشين فيه في القصر. أكرم حكالي إن مليكة حامل، وإنهم مش عايزين يقولوا ليك حاجة لحد ما تسافر وتعمل العملية، ومش لازم حد في القصر يعرف شوية. وجه الدكتور شريف، وكانوا بيتكلموا على إن الدواء اتغير، يعني العلبة هي بس اللي جوه لأ. الدواء ده كان خطر عليك، يعني هدفهم عمرك ما تمشي على رجليك. الصراحة طول القعدة ومليكة خايفة حد يشوفها أو تصحى وما تكونش جنبك، واتصلوا كده بدكتور تاني اللي كان متابع معاك، وكتب ليهم على نوع دواء وحقن تاخدوه عشان مفعول الدواء المزور يروح. وده كانت بتعمله مليكة من غير ما حد يحس. وهي كانت يا ولدها تعبانة من الوحم، بس كانت بتستقوى بيك وبتقول أعمل أي حاجة عشان أدهم. الست عصمت لما عرفت إن العملية اتحددت اتجننت، وكانت بتوزي البنات اللي بيشتغلوا في المطبخ يحطوا المليكة حاجة في الأكل، لحد ما اليوم اللي اتهجت فيه بقت الست مليكة هي اللي بتدخل تطبخ. كل ده وأنا ووداد بنحاول نحميها من شر الست عصمت. الليلة دي وداد شافت الشغالة زينب حطت حاجة في الأكل، وخاصة طبق أكرم، وانتوا على السفرة شفته بيتاوب. طلعت عنده الأوضة ووصلني على مليكة لو حصل أي حاجة، وبصراحة على طول بيوصيني كأنه كان حاسس إنه هيحصل ليها حاجة. سبته وهو نام، وزي كل ليلة بعمل جولة في القصر على الفجر، لقيت الست عصمت واقفة بهو القصر كأنها بتخطط لحاجة. فضلت واقف ورا الستار لحد ما شفت 2 رجالة شايلين الست مليكة وطالعين بيها فوق على أوضة أكرم. هي 10 دقايق لقيت كل نور القصر نور، وصوت صريخ ملا القصر وكله صحي. وطبعا نزلت عندك صحيتك
وطلعت فوق مع حودة لما ساعدك. كلنا شفنا المنظر اللي الست عصمت كانت بتخطط ليه أيام وليالي، وأي حد هيقول دي خيانة مفيش شك. انت يا ابني ربنا كان في عونك اللحظة دي، بس ما كنتش عايز تسمع حاجة. والست مليكة كانت منهارة عياط وخايفة، خاصة لما انت أخدت البتاع ده من الحارس اللي الست عصمت غمزت له عشان يطلقه وانت تشوفه. هي كانت عايزة تخلص منكم كلكم، انت تخلص على مليكة في كده مفيش وريث شرعي، وتخلص على أكرم وانت تدخل السجن، جدك يسحب منك كل الأملاك. بس ربنا كبير، ساعتها أكرم بصلي إنه اتصرف، خاصة لما خبى مليكة ورا ظهره، ابتدى يتكلم معاك ويستفزك. سحبت مليكة ونزلتها البدروم، وده جابت ليها لبس وكلمنا سواق تاكسي من طرف حودة أخد مليكة. بس رجالتك بأوامر من الست عصمت شوهوا سمعتها في الحارة. بس الست عصمت قبل ما تنادي على في القصر عملت ليهم صور، الرجالة طلعوها وادوها لأم مليكة وفضلوا يقولوا إنها خانتها وإنكم كنتوا عايشين نار يعوذ بالله. كل ده كان بيحصل مع بنت كده كان اسمها شروق، لأني شفتها جت عندها القصر كذا مرة. الست أم مليكة ما قدرتش تستحمل، ماتت. وصل حودة حاول ينقذ الموقف، بس اللي حصل. ناس الحارة خافوا على سمعة بناتهم وطردوا مليكة واخواتها. الشهادة لله، حودة طلع راجل، فضل معاها لحد ما دفنت أمها، وصلها محطة القطر وقال لها اختفي، اداها فلوس ورقم تليفونه، بس هي عمرها ما اتصلت بيه. ادي الحكاية كلها. ليه ما جيتش تفهمني؟ ليه سكت بس يا عم مدبولي؟ خفت يا ابني، خفت على نفسي وعلى ابني. هي كانت بتبص ليا بشر، كل ما كنت بدخل عندك اتكلم معاك تطردني. رحت الرحيم بيه قلت له، بس هو ما صدقنيش. هي نفس التمثيلية بتعملها وبتصدق معاها، نفس السيناريو عملته على أمك وأبو أكرم، بس الفرق إن أبوك كان واثق في أمك وفي أخوه. بس القدر ليه حكمة، نفس اليوم اللي سابوا القصر هو نفس اليوم اللي الكل مات. قصدك إن عصمت ليها يد في موتهم؟ ما أقدرش أقول حاجة، مش عارف عنها حاجة، بس الست دي شيطان بيمشي على الأرض. بس أنت ليه سبت القصر؟ ما الست عصمت ابتدت تخلص مننا واحد ورا التاني، ابتدت بالحراس وبحودة اللي كل ما كان بيروح الحارة يسأل على مليكة تطلع ليه شروق دي وتبتدي تتكلم وحش عليها بتوصية من الست عصمت، لحد ما في يوم فار الدم عنده وقام ضربها علقة موت عدمها العافية. هي طبعا ما صدقت، راحت بلغت عليه، أخد 6 شهور سجن وطلع ورجع بلده وحلف 100 يمين ما يشتغل في القصر تاني. لما سافرت انت ألمانيا مع جدك، في يوم جه راجل يسأل عليك، رحت كلمته وقال لي ان هو عاوزك ضروري. قلت له انك مسافر، بس الست عصمت لمحته وجت تجري تسأل، وسمعت طراطيش كلام ان الست مليكة ولدت ومحتاجين عقد الجواز يكون موثق عشان يسجلوا المولود. الست عصمت فضلت تشتم فيه وهددته انها تجيب له البوليس لو ما مشيش. الراجل فضل يترجى فيها، كان هيبوس رجليها وقال لها بس تسجل البيبي وبعد كده ملكوش دعوة بمليكة. ابني كان لسه متخرج في الزراعة، جبته يشتغل في الجنينة وسمع الكلام وتعصب وراح للست عصمت اتشكل وياها. الراجل خاف على نفسه ومشي. استنى، يعني مليكة ولدت؟ بس الست عصمت خلت شروط تقول ان مليكة نزلت اللي ببطنها. الراجل جه وقال انها ولدت، وهي قالت لي انه مش ابنك عشان ولا مؤاخذة يعني انك عاجز وما ينفعش تخلف. ابني ما قدرش يسكت على الظلم وعمل معايا مشاكل عشان اتكلم ويقول لي انت كده هتروح النار عشان سكت عن الحق. بس انا كنت عارف الست عصمت كويس، وفعلا لفقت تهمة لابني انه سرق ليها مجوهرات بتاعتها وسرق فلوس من الخزنة. دخل السجن ظلم 5 سنين راحت من عمره. من ساعتها وداد اتشن وهي طردتنا من القصر. ابني قعد 5 سنين في السجن وراح مستقبله بس علشان يقول كلمة الحق. لا مسكتش، دي كانت عايزة تخلص مني أنا ووداد عشان عمرنا ما نفتح الموضوع بتاعنا. بعتت رجالة لبيتنا في البلد، دخلوا علينا وهددونا لو رجالة البلد كانوا خلصوا علينا. وجيت هنا بس هي عرفت إني خلاص بقيت خايف منها، وخاصة إن ابني طلع من السجن وخفت تعمل فيه حاجة. طول السنين دي وأنا ضميري بيوجعني، بس ربنا عالم إنه بإيدي. كنت بدعي ربنا على طول أقابلك وأقولك الحياة كلها، وكمان لما كل حاجة حصلت هي رجعت تديك الدواء عشان تفضل عاجز. أنا ساعتها بلغت الدكتور شريف بكده، وبعد شهور
الدكتور شريف أقنع جدك تسافر تكمل علاج بره. هي دي الحكاية كلها يا ابني. أنا كان مصدوم ومش عارف يتكلم. فارس أخيرا اتكلم وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب ليه كل ده؟ يا ابني ظل الستات وحش أوي، وهي اتجننت لما أمها سابتها بنت 15 سنة وسافرت. وبعد سنة جدك رحيم متجوز جدتكم، بعديها بقت تسافر لأمها اليونان وترجع مليانة بالشر. بس رحيم باشا ما كانش شايف ده، وهي اللي كان لازم تفضل سيدة القصر. أم ست عصمت كانت كمان صعبة، وكل اللي يهمها الفلوس، بس جدك كان واقف ليها على كل حاجة لحد ما هربت وجدك اتعقد. بس جدتهم كانت البلسم اللي بيداوي كل الجروح. مليكة فكرتني بجدتك. انت يا ابني وشك نور وضحكتك نورت القصر لما كنت مع مليكة، وانا متأكد انك اتجوزت كاميليا دلوقتي. هي ما تفرقش اي حاجة عن امها، دي كانت بتعاملني وحش رغم انا اللي كنت مربيها. دور يا ابني على مليكة، رجعها ليك. الله اعلم عملت فيها ايه الايام والسنين وهي غلبانة. اتأخرت قوي يا ابني على انك تعرف الحقيقة. لو ليك بنت ولا ولد منها عمره ما يسامحك، لانك ضيعت حق امك وضيعت حقه في الدنيا لما ما سجلتش الجواز بيها رسمي. هيتكتب على اسم مين؟ الراجل اللي كان جه كان بيعيط وبيقول حرام حق اليتيمة يروح. كلامه لسه بيرن في وداني. معرفتش اسم الراجل. الراجل كان بيبص عليا وهو شايفني قليل الحيلة، بس سمعته لما قال اسمه محمد مغاوري. بس شكله مش من اسكندرية، لأنه قال: أنا جاي سفر، أنا مش هسيبكم هنا، هتسافروا معايا وهشيك لكم بيت، انتم على مسؤوليتي من النهاردة. لا يا ابني، احنا هنا مهمتنا خلصت. لا، انتوا قلتوا الحقيقة اللي فضلت مستخبية 10 سنين. أكرم هيرجع مصر الأسبوع الجاي، وأكيد هيكون مبسوط لو شافكم. ولحد هنا انتهت الحلقة دي. استنونا الحلقة الجاية، بس مستنية كومنتاتكم وآرائكم وتقولوا لنا توقعاتكم للحلقة الجاية. ولحد هنا انتهت الحلقة. استنونا الحلقة الجاية إن شاء الله. ما تنسوش اللايك على الفيديو، الاشتراك في القناة، يا ريت تتأكدوا انكم فعلين الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما ننزل الجديد. واستنونا الحلقة الجاية. أشوفكم على خير. باي باي.